اكبر سرقه بنوك في التاريخ واللي خطط ليها داهيه. بالذكاء ديالو حمق المحققين، براءه اللي كتبان في عينيه تحلف عليه ماشي هو. شكون بطل القصه ديالنا غير اكتشفوا جميع. خليكم معنا. في 1976 في فرنسا وبالضبط في مدينه نيس، القصه ديالنا مع بنك الشركه العامه من اكبر الابناك الفرنسيه في هذاك الوقت، اللي عنده فروع في جميع انحاء العالم. وبما ان لا سيكوريتي ديال هذا البنك كتزايده في هذاك الوقت، الناس كانوا كيحطوا اغلى الممتلكات ديالهم في الخزنه ديال هذا الفرع وهما مرتاحين. وملي كنقولوا ممتلكات فحنا كنهضروا على المجوهرات، الذهب، فلوس، فضه، اي حاجه ثمينه وغاليه. ولكن نهار 2 19 جوان غتوقع الكارثه اللي غادي تهز مدينه نيس وفرنسا عموما. في الاول كانت الامور اعتياديه، دخلوا الموظفين للبنك وكل واحد فيهم خدا المكان ديالو وبداو كيستعدوا باش يستقبلوا الزبائن ديالهم. الوقت اللي مشى فيه المدير مع شي موظفين للخزنه ديال البنك باش يجبدوا شي فلوس من تما، باب الخزنه الكبير تفتح عادي، ولكن الباب الثاني ديال الخزنه ما بغاش يتحل، عياو معاه والو. وحتى لهنا الامور عاديه، الباب ضارب اكثر من 70 عام، حتى في الوزن ديالو ثقيل، عادي يقدر يتكونسا، خصوصا انه سبق ليه دارها. غيتصل المدير ديال البنكه بالشركه ديال الصيانه، غيجيو غيتقاتلوا مع الباب. القفل كيتحل ولكن الباب شي حاجه شاداه من الداخل. وفي هذه الوقيته الناس بداو كيتجمعوا قدام لابنك. وصلت 12 والبنكه باقا ساده. هذا الشيء هذا غيدخل شويه الشك للناس على برا. هنا الشركه ديال الصيانه غيقدروا يتقبوا جنب الباب في الحيط بطبيعه الحال واحد التقبه، وغيشوفوا اشنو مخلي الباب مشدود من الداخل، رغم انه مستحيل يتسد، حيت اصلا هو هذاك الباب الوحيد اللي كيدخل ويخرج للخزنه. بطبيعه الحال العمليه ديال الحفير كانت شويه صعيبه، الحيط عامر بيطون والسيمه والسمك ديالو غليظ. ومن بعد 3 السوايع ديال الخدمه قدروا يتقبوا واحد التقبه ويطل منها الموظف اللي خدام في الصيانه. وهنا غيتصدم وغيقول لهم البنكه تسرقات. غيطل المدير وهو مصدوم ملي شافوا دوك الخزانات ديال الودائع كاملين فارقين. غيتصلوا بالشرطه وغيجيو لعين المكان، ومن بعد غيوسعوا ديك الحفره اللي داروا في الحيط. وملي غيدخلوا للخزنه غيلقاو كاع الفلوس اللي كانت تما مشات، واغلب دوك الصناديق ديال الامانات مشفورين. الطريقه اللي دخلوا بها اللصوص كانت باينه، حفروا حفره من الصرف الصحي ديال المدينه للخزنه مباشره، وفعلا كانت خدمه نقيه. وحتى الماتيريال اللي خدموا به ديال الحرفيه، ومدخلين التهويه والضوء وداك الشيء متقول. كيقولوا القيمه ديال المسروقات كتسوى تقريبا 40 مليون فرنك فرنسي، اي ما يعادل 10 مليون دولار. وبما انها كانت اكبر سرقه في التاريخ ديالها، فجميع وسائل الاعلام العالميه هضرت على هذه الشفره وتسمات في ذاك الوقت بسرقه القرن. البنك دار واحد الجائزه ديال مليون فرنك لاي واحد يعطيهم شي معلومات على هذه العصابه. وفي ذاك الوقت كانت واحد العصابه معروفه كيقولوا ليها جردان المجاري، وتسمات بهذه السميه حيت كانوا كيستعملوا المجاري ديال الصرف الصحي في السرقات ديالهم. هذا الشيء اللي خلى الشرطه تشك فيهم وبدا التحري على هذه العصابه، وفعلا قدروا يوصلوا لواحد جوج من افراد هذه العصابه، ولكن لحد الان ما عندهمش شي دليل اللي يخليهم يستدعيوا هاد الناس ويحققوا معهم بطريقه مباشره. الشرطه بقات حاطه على هاد الافراد العصابات وحاطاهم تحت المراقبه حتى قدروا يوصلوهم للناس اخرين معاه، ولكن الشرطه كانت على يقين ان هاد الناس هادو ما يقدروش يخطوا لهاد العمليه الكبيره، وضروري يكون شي واحد اخر اللي هو راس الحربه والعقل المدبر ديال هذه العمليه. في اكتوبر مشاو جوج من افراد هذه العصابه لواحد المحل على اساس يبيعوا ليه واحد السبيكه ديال الذهب. وملي السيد خدا داك الرقم اللي في السبيكه على اساس باش يدير ليه المعاينه، لقاه من المسروقات اللي تسرقات من البنك. وهنا الشرطه شدات دوك جوج العناصر ديال العصابه حيت ولا عندهم دليل على انهم شاركوا في هذه العمليه. ومع التحقيق والتهديد والضغط قدروا دوك العناصر يعترفوا للشرطه بجميع الافراد اللي شاركوا معهم في ديك العمليه. وهنا بدات الاعتقالات واللي حصل كيجر معاه. وبما ان الشرطه كانت كتستعمل جميع انواع التهديد اللي وصلت حتى للعائلات ديال العصابه، بداو الاسماء كيطلعوا وشي كيجبد شي، حتى عرفات شكون هو العقل المدبر ديال هذه العمليه، ألبرت سماغياري. ملي سمعوا المحققين السميه ديالو مباشره مشاو يجيبوه. ألبرت مصور فوتوغرافي داخل سوق راسو، معروف في المدينه كيبغي الخدمه ديالو، رومانسي، واغلى حاجه عنده هي الزوجه ديالو كيبغيها بزاف. ملي الشرطه جابت ألبرت وبداو التحقيق معاه وواجهوه بداكشي اللي عندهم، السيد تصدم حتى لدرجه ان المحققين قالوا واقيلا هذا السيد مظلوم. انكر ألبرت كاع التهم وقال لهم باللي هو مصور على قد الحال، والحاجه الوحيده اللي كيعرف يديرها هي يهز الكاميرا ديالو ويصور. وغيقول لهم
كيفاش غيكون هو اللي مخطط لهذه السرقه اللي خصها مواليها اي ناس عندهم خبره في هذا الشيء ويكون قلبهم ميت. المحققين قالوا فعلا هذا كيبان ما عنده علاقه بهذه السرقه، وخصوصا انه ما عندوش سوابق، زائد شهاده ديال الناس اللي كل شيء شهد ليه على انه انسان طيب. من الخدمه للدار ومن الدار للخدمه، البرت كان كيعيش هو والزوجه ديالو في ضواحي نيس بعيد على الصداع ديال المدينه والزحام، واختار الباديه حيت كال الهواء ديالها نقي. لكن رغم هذا الشيء كله المحققين بقى عندهم شويه ديال الشك وكملوا التحقيق معاه، حيت مادام الاسم ديالو تجبد في القضيه الا وعنده صله بالسرقه سواء من بعيد او لا من قريب. والبرت باقي شاد في الانكار ديالو ومكالمي اللعب، وكيجاوب المحققين بكل ثقه في النفس على انه بريء. ولكن في الوقت اللي كان فيه البرت في التحقيق كانت الشرطه كتقلب ليه الدار ديالو، ربما يلقاو شي حاجه من المسروقات مخبيها، وهنا غيلقاو شي سلاح وشي ماتيريال ديال الحفير مخبي في واحد البلاصه في الدار ديالو، ومعاهم شي متفجرات. وبما ان هذا السلاح اللي ما مرخصش والمتفجرات قضيه تقدر تغبروا في الحبس، المحققين داروا لالبرت واحد الخطه باش يعترف، وكانوا عارفين انه غادي يعترف. هنا الشرطه غادي تقول لي ان هذا السلاح هذا وهذه المتفجرات ديال الزوجه ديالك وغادي نتابعوها بهذه القضيه، وكانوا عارفين نقطه الضعف الوحيده ديالو هي الزوجه ديالو. البرت ملي غادي يشوف القضيه فيها الزوجه ديالو غيعترف لهم كل شيء، وغيقول لهم باللي الفكره جاتو النهار قال ليه واحد الجار ديالو باللي الخزنه ديال البنكه ما فيهاش جرس الانذار، وغيقول لهم باللي مشى للبنكه واستاجر صندوق من الصناديق اللي كاينين في الخزنه الكبيره. هنا اي واحد ملي كيدخل باش يحط او يجبد شي حاجه ديالو من الصندوق، الموظفين كيعطيوه الساروت ديال الصندوق وكيعطيوه واحد الخصوصيه. هنا البرت كان كيستغل داك الوقت اللي كيبقى فيه بوحدو وكيجبد المصوره ديالو وكيصور الخزنه من الداخل شبر بشبر. وهنا البرت بقى كيفكر مزيان في الخطه اللي تخليه يدخل ويحل هاد الصناديق كاملين اللي كيوصلوا تقريبا 4000 صندوق. شحال ديال الوقت غادي يخصو، ولكن باش يدخل عنده حل واحد وهو يدخل من المجاري ديال الصرف الصحي. وباش يسهل العمليه مشى للبلديه وقال لهم باللي هو مقاول ديال البني، وخدا منهم مخططات ديال الصرف الصحي ديال ديك المنطقه اللي بغى، وفعلا ديك المخططات سهلت عليه العمليه وعرف اقرب نقطه للبنك. غيبقى خاصو اللي غيعاونو في الحفير، وغيبغي بزاف ديال الرجال اللي يكونوا ثقه. البرت غادي يمشي لمارسيليا وغيتلاقى بعصابه جوردان المجاري، غيجلس مع الراس الكبيره ديال العصابه وغيعطيه الفكره وغيشرح ليه الخطه وغيقول ليه انت عطيني رجال وعاوني شويه بالماتيريال وخلي الباقي ليا. الزعيم ديال العصابه غتعجبو الفكره وغيتفقوا على الباي وغيبداو الخدمه. ومن بعد 9 ديال الاسابيع ديال الخدمه الليل ونهار غيقدر البرت يوصل للحيط ديال الخزنه. هنا غيحدد النهار اللي غيدخلوا فيه وغيكون هو 17 جويلية، واختار السبت اللي ما كتكونش فيه الخدمه، ومع 2 ديال الصباح غتقدر العصابه تدخل الخزنه واربرا. اول حاجه داروها هو انهم سدوا الباب ديال الخزنه، لحموه من الداخل وبداو كيحلوا الصناديق ديال الامانات واحد بواحد. العصابه جمعت المجوهرات، الفلوس، الفضه، وبقاو 27 ساعه وهما كيفتحوا في دوك الصناديق وكيخرجوا في المسروقات، ورغم ذلك ما قدروش يفتحوا كاع الصناديق اللي كاينين تما. يلاه فتحوا 400 صندوق. والمضحك في الامر هو ان البرت ملي بغى يمشي كتب في الحيط واحد العباره ديال بدون سلاح، بدون عنف، وبدون كراهيه. هذا الشيء بطبيعه الحال دار واحد شويه ديال الاستفزاز للشرطه، الشيء اللي خلاهم يخدموا على القضيه بزاف. هاد التفاصيل كامله جات على لسان ديال البرت، وكان متعاون بزاف مع الشرطه بشرط يبعدوا من الزوجه ديالو. تشدوا افراد العصابه وتشد معاهم البرت في انتظار الحكم النهائي ديال القضاء. وفي هذه الفتره كان البرت والمحامي ديالو كيتلاقاو بالقاضي في المكتب ديالو كل خميس. هنا القاضي كان كيشخص الحاله ديال البرت وكيسمع منه القصه من جديد، وكل شيء كان كيقول ان البرت غادي ياخذ واحد الحكم اللي هو مخفف، حيت العمليه اصلا ما كانت غير سرقه، ما كانش فيها ضحايا وما مات فيها حتى شي واحد. هادشي علاش، ولكن صاحبنا كان عنده بلا الخر في راسو. واحد النهار وهو كيعاود للقاضي حتى وصلوا لدوك المخططات ديال الصرف الصحي، وهنا بدا البرت كيعاود ليه دخلنا ودزنا من هنا شويه، بان ليه القاضي ما فهم والو. وهنا ناض عاد القاضي وجا من وراه وشد ديك الشيمه وبدا كيوريه من النقطه اللي بدا كيحفر منها، والقاضي مكونسونطري في الوراق والهضره اللي كيقول البرت باش يفهم، حتى كيبان لهم خونا قصد الشرجم ونقز من البروميير ايطاج.
البرت غادي يطيح فوق واحد السقف ديال الطوموبيل، وكان واحد اخر كيتسناه الموطور، وكان هذاك هو اخر نهار غادي تشوف فيه الشرطه البرت. وطلع خونا ما ساهلش، حيت اصلا الباي ديالو ديال السرقه ما عطاش للبوليس، وكان مخليه كارت يلعب به في الحكم. غيموت البرت 1989 حامل لقب مدبر سرقه القرن بسرطان الرئه. وغتكون هذه هي القصه ديال اليوم، ونتلاقاو في قصه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.